القبض على الباحث إسلام البحيري في قضايا شيكات بدون رصيد. في البداية لا تنسى الاشتراك والإعجاب بالقناة. أكد مصدر أمني أنه تم القبض على الباحث إسلام البحيري لتنفيذ أحكام قضائية في 6 قضايا شيكات بدون رصيد. وقال المصدر في تصريحات لتلغراف مصر إنه تم ترحيله لأحد مراكز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ الأحكام حتى قيام دفاع المتهم بالمعارضة في الأحكام الصادرة بحق البحيري. وتلقت المباحث بلاغاً من دينا سيدة أعمال بدولة الإمارات العربية وتحمل الجنسية العراقية، مفاده تضررها من الباحث الشهير. وقالت السيدة إنها حولت 300 ألف درهم إماراتي إلى إسلام البحيري بغرض استثمارها لحسابها في البورصة المصرية قبل عامين. وأضافت أنها حولت الأموال من حسابها ببنك الإمارات دبي الوطني لحساب خاص بالباحث إسلام البحيري بالبنك العربي الأفريقي نظير تشغيلها بالبورصة، ونظير ذلك أعطاها شيكاً بنكياً صادراً من بنك الإمارات دبي بمبلغ مقداره 1,045,000 جنيه كضمانة لأموالها المحولة. وتابعت المبلغ أنها انتظرت عامين كاملين نظير تحويل أرباح أو رد المبلغ لها، لكن الباحث كان يتهرب منها دائما. وبتوجهها إلى بنك الإمارات دبي الوطني لصرف الشيك، اكتشفت عدم وجود أموال في حساب المشكو في حقه.